الأبيض ثوب المكتب. عليه الشغل اليدوي، شغل التطريز اليدوي مشغول باللون الموف واللون النحاسي واللون الأخضر، وهو من خامة التوت السويسري. العارضة عبير، المصمم عبير والعارضة عبير أيضا. الأشكال الموجودة على الثوب مرسومة بعناية فائقة. أيضا الثوب الثاني من التوت السويسري، وأيضا مشغول شغل التطريز اليدوي. يمكن أن ترتديه المرأة السودانية للمكتب، وممكن ترتديه للمناسبات النهارية أو الزيارات النهارية. الثوب الأبيض أيضا اللي شايفينه قدامنا هو تقريبا مشغول بشغل القطبة أو القطبة بألوانه الزاهية. يعتبر الثوب السوداني من التراثيات السودانية المعروفة والمميزة للنساء السودانيات، ويختلف في الأشكال والموديلات، ويصنع من أحسن الخامات السويسرية والحرير. وتعد سويسرا من أكبر منتجي الثوب السوداني على مستوى العالم، وتمد السوق السوداني بأكثر من 2% من الخامات السويسرية الأصيلة. حيث يتابع مصممو الأزياء السويسريون الصوغة السودانية، ويرصدون اتجاهات الذوق السوداني ليبتكروا أرقى وأجمل أنواع الثوب السوداني الذي بات مع مرور الزمن جزءاً من التراث الشعبي للسودان. يا بلدي حبوب أبو جلابية وثوب وجبة وسديري وسيف ومركوب. جلابية وثوب يا بلدي يا حبوب، جلابية وثوب سروال مركوب، سروال مركوب وجبة وسديري وسيف وسكين. يا سمح يا سمح يا زين، يا سمح يا زين يا وتمتد علاقة الثوب السوداني بمفردات العادات الاجتماعية السودانية لتصل إلى عادات الزواج المتميزة بعاداتها وطقوسها، والدليل على أهميته أنه يتصدر قائمة الهدايا التي يقدمها العريس لعروسته. ألوان الثوب تتحدد حسب المناسبة التي سيتم ارتداؤه فيها، فالثوب الأحمر المزركش والمرصع ببعض الحلي ترتديه العروس بعد انتهاء مراسم الزفاف التي تليها عادة الجردي. ويرتدي
يرتدي فيها العريس الزي القومي للرجال، وهو عبارة عن جلباب وعمامة. أما الثوب ذو اللون الأبيض الذي رأيناه قبل قليل فترتديه المرأة السودانية في المناسبات النهارية، أو ترتديه بعض النسوة الموظفات. هذا الثوب هو ثوب من التوتال السويسري المطبوع تعتبر فخامة الثوب السوداني ولونه وموديله مؤشرا مهما للحالة الاقتصادية، كما أن موديله يلعب دورا كبير في تحديد سعره، وبالتالي تحديد من يقبل على شرائه، حيث يشكل الثوب مدعاة للتفاخر والتباهي بين النسوة. الثوب حاليا هذا هو ثوب البيور أو ثوب الحرير، مشغول بالشغل اليدوي، التطريز اليدوي. يا سميح يا سميح يا زين، يا سميح يا زين. الثوب السوداني هو سوداني بحت، وطريقة لفه على الجسد فقط هي التي تميز السودانيات عن بعض النسوة في الدول الأخرى، مع وجود اختلافات جزئية بين قبيلة وأخرى في طريقة لف الثوب. مثلا نساء قبيلة البيجا في شرق السودان يلبسن نوعين من الثياب، منها الثوب المعروف بالفوطة، ومنها النوع الآخر وهو عن طريق الربط ويلف الخصر ثم يلبس بطريقة الثوب، وهي تساوي ضعف الثوب العادي. ويا مليحة زيك وسعيد أمي، لو عطفت علينا لو عطفت علينا يا غزال الحي يا غزال يا غزال يا غزال. إذا هذه هي ثياب الحرير أو البيور سلك. الثوب صاحب اللون الأصفر ترتديه أصغر عارضة لدينا، مشغول أو هو معمول بالقطبة والتطريز. مثل لبست الثوب بتاعتي بنتي علينا. أما الثوب في شمال السودان فيلبس عن طريق لفه من اليمين إلى اليسار، على أن يتم تغطية الرأس بما تبقى من اليمين بعد لفه. وتحبذ السودانيات في المناطق الشمالية من البلاد إلى الألوان الثابتة مثل الأسود والأزرق، لكن في غرب البلاد فالنساء يلبسن عن طريق لفه من اليسار إلى اليمين، ويميلن إلى اختيار الألوان الزاهية والمزركشة. ثوب من التوتال السويسري أيضا مشغول بشغل التطريز. العارضة زينب.
والتوتال السويسري، وكذلك من الفسكوز المصري أو الهزاز كما يعرف لدينا. وتلك الثياب تستخدمها النسوة في اللبس داخل المنزل أو تمشي بها الجيران أو مشوار الدكان القريب أو الصلاة. الزي القادم هو زي شرق السودان وشمال السودان. الرجال سوف يعرضون عليكم الجلابية السودانية أو الجلابية العراقي، السروال والسديري. في المقدمة الفنان التشكيلي أستاذ الهادي وهو يرتدي زي شرق السودان، زي البني عامر والحلنقة والهدندوة وكل من يقطن شرق السودان. المركوب السروال أو السروالوب كما يقال في شرق السودان، والجلابية القصيرة العراقي والسديري. الجلابية السودانية ويرتديها الإخوة في العرض، ومعها الشال الذي يوضع على الكتف. كذلك العمة هي فخرنا، وهي دلالة على الراجل الأسد والراجل الفارس. الوتيل والحلنقة إما المرغنية يا الهدية الجوال زارة تتفتح ندية أنا فيك السلام يا سلام يا سلام خيراتك وفيرة دوامة أرضك خصيبة فيك سلام يا سلام يا سلام خير تفضل لي حبيبة خيراتك وفيرة دوامة